ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، ورجعت لكم النهارده في فيديو جديد. بس النهارده بقى عايزه اقول لكم ان انا بجد ما تزعلوش مني ان انا قعدت يومين بالظبط ما نزلش فيديوهات. فده كان غصب عني يا بنات، لاني كنت مشغوله كده برحله فطلعتها والحمد لله رجعنا بالسلامه. فعشان كده انا ما كنتش عارفه اصور. بس يا بنات، المهم بقى انا النهارده صحيت من النوم، رحت فتحت كده الفريزر. انا عاده لما بشتري لحمه بخلي الجزار يقطعها لي حته واحده، ما بخليهوش يقطع لي قطع، لاني انا بحب اقطع القطعيه اللي على مزاجي. فلقيت حته كده من الموزه، رحت قلت تعالي بقى انا النهارده اعمل لهم لحمه. انا ولادي برضو ما لهمش في اكل اللحمه قوي، هم بيحبوا الفراخ اكتر. فرحت قلت لا، انا هغير بقى النهارده واعمل لهم ايه، هعمل لهم اللحمه. فرحت طبعا دي لحمه، فعايزه حله الضغط عشان انجز وقتي فلازم. بس يا بنات، طبعا برضو كالعاده انا كنت صاحيه متاخر، مش هقول لكم بقى انا صاحيه من النجمه وصاحيه بدري. لا يا بنات، انا لا بحب اتصنع ولا بحب اقول حاجه انا مش بعملها. انا النهارده بصراحه كنت صاحيه على الظهريه، فروحت عملت ايه. وطبعا عايزه اقول لكم حاجه، الفيديو دون متصور من قبل، ماشي، من قبل موضوع الرحله. المهم هنا يا بنات حطيت ايه بقى، حطيت شويه كوب سكر. ولازم السكر بيسرع في عمليه التسويه. وهنا ملح فلفل اسمر وشويه كده من ورق اللوري، والكوبيبه الصيني انا بحبها قوي في الشوربه. هنا بقى بصلايه، انا طبعا قطعتها كده وغسلتها مع اللحمه عادي جدا. طب ما هي هتستوي مع اللحمه. تمام يا بنات. غسلت اللحمه بتاعتي كده مرتين ثلاثه. اللحمه طبعا بتبقى كويسه، بس يعني مم، في ناس ما بتحبش تغسل اللحمه، بس انا بغسلها. انا بقى اتعودت، هي كده انا اتعودت يا بنات. واحنا نغسلها ده افضل طبعا، لان ما تعلميش عند الجزار ايه بيقف على اللحمه، ايد الجزار كان مكانها ايه. ما تضمنيش، هو برضو والله هما ناس نظيفه وزي الفل، بس برضو ما تضمنيش الدنيا. حطيت الصفاره وولعت عليها وسبتها على نار عاليه، واول ما هلاقيها بدات تدخن هوطي النار. هنا بقى يا بنات انا جبت الحله ديت ورحت عامله فيها بقى، مخرطه فيها بصلايه، وسبت البصلايه لما لونها يصفر للجلد الفاتح قوي. تمام، ده ايه بقى، مع معلقه سمنه. ورحت نازله بالطماطم المتصفيه. طبعا يا بنات انا قلت لكم ليه انا بحب اصفي الطماطم، علشان قشور الطماطم بتعمل حمو كده، فاهمين انتوا طبعا قصدي بمعنى الكلمه. فانتوا طبعا عارفين حاجه زي كده، مش معقوله برضو ان انا هعرفكم، دي حاجه بسيطه جدا وكلنا عارفينها. هنا بقى يا بنات انا رحت عامله ايه، رحت حاطه معلقه السكر برضو علشان تشيلي حموضه الطماطم. معلقه السكر دي يا بنات بتعادل الحموضه، حلوه قوي. بس بقى يا بنات هنا لما التسبيكه اتسبكت كويس قوي، رحت نازله بشويه من البطاطس اللي انا عاملاها. انا طبعا مش عامله بطاطس كتير، لان زي ما قلت لكم انا طبيخي يوم بيوم، الطبيخ عندي مش بيبات. خليت شويه بقى من البطاطس، لاني هعمل عليها كوستين كده وهعملها شوربه خضار. بصوا بقى، هنا انا عايزه اقول لكم ايه، ده طبعا للبنات اللي هي لسه جديد. انتي اعملي البصله بتاعتك فاتحه، انزلي بيها بالطماطم متصفيه، حطي معلقه السكر، واوعدك ان استحاله حد هياكل من طبيخك ويقول انا عندي حرقان، اللي هو الحرقان اللي بيجي اللي بنشرب له الراني دون، او السفن اب، استحاله. بصي بقى انا دلوقتي عملت ايه، انا خدت شويه شوربه كده من بتاعه اللحمه. اللحمه بتاعتي كانت استوت تمام، حله الضغط يا بنات ما بتكملش نص ساعه في السوا. بس فروحت نازله عليها بقى بالبطاطس اللي انا مقطعاها مكعبات، وطبعا قطعت عليهم كوستين مكعبات. وهعملها شوربه لسان عصفور بالخضار، حلوه جدا ومغذيه جدا. بصي بقى انا طبعا حاله الضغط وضعها هنا طبعا ما كانش كويس، لكن انا ما كنتش عارفه ان هي سد يعني جايه في وش الكاميرا، فمعلش بقى نستحمل بعضينا. بصي بقى هنا جبت حله تاني ورحت حاطه عليها، لازم بقى الاكله دي لازم معلقه السكر. تمام. هتقولي لي انت بتحطي سكر كتير ليه في اكلك؟ هو كده يا بنات عشان اكلك ليه يطلع مسكر كده وزي السكر، مع ان هو ما بيبقاش مسكر، بس بيبقى حلو. تمام. بصي بقى، الملوخيه بتاعتي انا ضربتها في الكبه، شايفين خضرها؟ هو ده بقى جمال كبة بلاك اند وايت. انا ما بعملش اعلان لاني انا ماليش دعوة باي شركات، ولكني بقولك على الحاجة الحلوة فعلا. شايفاها طلعتها معايا ازاي؟ بصي الخضار والجمال كأنك خرطاها بالظبط بالمخرطة.
بس طبعا ما بقاش في حل المخرطة. بس بقى يا بنات، اول ما بدأت تفور من الجناب رحت مرجعاها على عين مطفية، وجبت الطاسة الجميلة الكيوتة الصغنططة دي، وحطيت فيها معلقة سمنة، ورحت حاطة فيها، لو عندك بقى فص مستكة حطي فص مستكة، ويا سيدي على جمال ملوخيتك. حطيت بقى الكزبرة الناشفة. اول ما بدأت البصلة تاخد لون، واول ما خدت لون على طول، مش عايزة اقولك بقى على الريحة اللي فحفحت. اديني ملوخية كل يوم. بس يا بنات، شايفين جمال وخضار الملوخية في الكبة عامل ازاي؟ الملوخية دي كانت خضرة يا بنات، ما هياش متفرزة. قرطفتها وحطيتها في الكبة مع شوية صغيرين جدا، معلقتين بالظبط من ايه بقى؟ من الشوربة، او معلقتين مية عادي جدا. بصي بقى، انا كنت هعمل لسان عصفور، ولكن للأمانة ما لقيتش عندي لسان عصفور، وحرام عليا انزل الولاد، الجو سقع. رحت جايبه كام مكرونايه كده، كام مكرونايه ايه، شويه مكرونه طبعا من المكرونه الصغيره اللي هي بتاعت الشوربه. واول ما حمرتها مكان التومه، بصي انا هنا اخدت بالي بقى من الحله، ورحت قلت لا انا هشيلها، علشان ايه؟ عشان التصوير يبان. طبعا يا بنات البوتاجاز دون بعد كل اكله لازم يتغسل. انا ابني كان بيعمل قهوه الصبح فدلق عليه قهوه. بصي بقى، انزلي واحده واحده عشان ما يفرش، لو نزلتي بيها مره واحده هيفور منك، هيطفي البوتاجاز، والشوربه هتتدلدق كلها على البوتاجاز، وربنا يحفظكم ويحميكم، ممكن يحصل حاجات تانية. فربنا يا رب يبعد عنكم كل شر وكل اذى. هنا بقى يا بنات انا غطيتها، مش مغطياها ان انا مغطيه الحله، لا بصي انا حاطه الغطا ازاي. ولو الغطا بتاعك مدور واربيه، اللي هو برضو خلي فيه سن التهوية عشان برضو ما تفرش. في الحلة التانية دي انا حطيت شوية زيت ونزلت بشوية شعرية، وحمر حمر بقى في الشعرية بتاعتي. ده يا بنات بقولك الرز اللي هو مغسول ومنقوع، بيبقى مكتوب عليه كده رز مغسول ومنقوع. صدقوني الرز دون لو فكرتي ان انت تغسليه بيعجن منك، فبلاها، حطيه زي ما هو، ده هو اصلا بيبقى قشطة، وعلى فكرة ما بيبقاش فيه نشا، فما تغسلهوش. اي رز يا بنات مكتوب عليه مغسول ومنقوع، اوعي ان انتي تغسليه، بجد هيعجن منك وهترميه مش هتاكليه، فخساره ليه؟ يبقى احنا جايبينه غالي وكمان نرميه. المهم بقى، عشان الرز بتاعك يطلع مفلفل كده ومفرفر وريحته تجيب اخر الدنيا، اقعدي شوحي فيه بعد ما تحطيه مع الشعريه، وتنزلي عليه بميه مغليه من الكتل، تمام. واعملي زي بقى، بحط 3 مكعبات بيعادلوا لي الطعم بتاعه، بيخلوه تحفه. ورقتين لوري بقى، ولو عندك فص مستكه كده حطيه مع السمنه قبل ما تحطي الشعريه. ياه، ده ايه ده رز مطاعم اللي انا بقوله لك ده، ده رز المطاعم. بس انا بصراحه يا بنات مش عندي مستكه، عشان ما اكدبش عليكم، بس لما كان عندي كنت بحط، فكل ما اقول انا هروح السوق واجيب انا بنسى، فكروني ماشي. بس بقى يا بنات حطيت اللوري بقى، وقلب قلب كده باللوري، والريحه اللي بتطلع دي يا سيدي على الجمال، ايه ده مش بقول لكم رز مطاعم؟ وانزلي بقى بالميه السخنه. حتى لو انتي نزلتي بميه مثلا متفلتره من فلتر او من الحنفيه، عادي جدا جدا جدا، بس الميه المغليه احلى واجمل بكتير. بس يا بنات ولادي طبعا ما كانوش عايزين اللحمه محمره، فخرجت لهم من الشوربه طبعا زي ما هم عايزين، بشويه شوربه كده في البوله الكبيره دي، وقلت لهم يلا كلوا بالهنا على قلوبكم. كانت اكله جميله يا بنات وخفيفه. لو انت بقى محتاره تعملي اكل ايه النهارده، انا جبت لك اكله اهو. يلا بقى اشوفكم على خير في فيديو جديد، وقولي لي ايه رايك في لون الملوخيه. مع السلامه.